السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كتعاودوا؟ اليوم غادي نقدم لكم هذا الحوت هذا بالخضره، وانتم تقدروا تعملوا اي نوع من الحوت. حنايا فضلنا نعملوا هذا الحوت هذا، وغادي نقدموا معه البصل، الفلفل بالوانه، فلفل بالوانه، عندنا معدنوس، جلبان، جعده، خيزو هو هذاك، وعندنا اللوبيا خضراء، وعندنا هاد الطنجرة ديالنا غنعملو فيها زيت الزيتون، وغنعملو الخضروات ديالنا كاملين. طبعا ما نساوش الثوم، الخرقوم، الابزار، سكينجبير، وضمات البنه. في الطنجرة كنعملو بصل ديالنا، وكنعملو الفلافل بالوانها، الخضر والحمر والصفار، وكنعملو الجعده، وكنعملو اللوبيا خضراء والجلبان. جميع الخضره كنعملوها، أكلة رائعه 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 فعلا. ما غادي تخاوشي بها، تبقاو دائما تعملوها. لوبيا خضراء والجلبان، ودابا عملنا المعدنوس. كنحركو المكونات كامله مع بعضها، الكل نحركوه مع بعض. وهالحوت ديالنا غادي نضيفو العطريه مع ضمات البنه. ضمات البنه كتبقى اختياريه طبعا، حنايا كتعجبنا كنعدلوها دائما مع المأكولات ديالنا باش كتعطي واحد اللذه. كنحرقوا الخضروات ديالنا، كنزيدو شويه تخيزو جعده، كنحرقوا شويه، كنزيدو شويه ديال زيت الزيتون. زيت الزيتون في الماكله كيعطي واحد اللذه رائعه رائعه رائعه. نحرك طبعا، وغنضيفو الجلبان، ونترك الكل يطيبوا شويه يترخاو، عاد نرجعوا ليهم. هذه بحال باهيه تقريبا، بحال باهيه، غير شنو المكون الجديد فيها. واحد المكون هو كينوا. هذا المكون بديل الروز، هو رائع رائع ولذيذ، بديل الروز منه. كنخليو الخضره ديالنا هي بدات كتعرق وتترخى، وكنجيبو شويه د القنبه كنغليوها في الماء. القبه كتضيف على هاد الاكله واحد اللذه لا تقاوم. غادي نعملو هاد تغلى في الماء، والماء ديالها غادي نزيدوهم على الاكله ديالنا، مع طبعا ديك القنبه طبعا غادي تكون في الاكله، والقشور ديالها ما ترموهمش، كيتنفعوا بزاف د الحاجات. ها هو الحوت ديالنا نقيناه وغسلناه وحيدنا له الشوك. طبعا الكل كيعرف ينقي الحوت، احنا نعملوهم في الاكله ديالنا. فعلا اكله لا تقاوم، رائعه رائعه. نحركو
ندخلو ديك الحوت مع الخضرة ديالنا. يا سلام يا سلام، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أكلة لا تقاوم فعلا، رائعة ولذيذة، وديك المكون أعطاها لذة. هاهو الكامبا ديالنا عملناها تتغلى، هاهو بدا كيطيب بشويش. وغنضيفو عليه هاد المكون كينوا بديل الروز، هو رائع رائع ولذيذ، كيصلح الناس ديال الريجيم وفيه بزاف ديال الفوائد. كنضيفو تقريبا ديك الباكيه كامله، كتجي كاس ونص. رائع رائع رائع. ضفناه وغادي نحركوه باش يتجانس مع الحوت والخضروات ديالنا. من بعد غادي نزيدو عليه جوج ديال الماء الكامبا، الماء اللي سبقنا غلينا الكامبا اللي سبقنا غليناها، نزيدو الماء ديالها فيه، والكامبا اللي تقشرت طبعا. أكلة روعة 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 روعة. كنتمنى تجربوها وتردوا عليا الخبر في التعليقات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. باهية بطريقة أخرى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وسلم على سيدنا محمد. غنضيفو الكامبا ديالنا ونخليوها طيب. وها هي الأكلة ديالنا جاهزة للأكل. يام 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 يام. طبعا غنرافقو الأكلة ديالنا اللذيذة مع الشلاضة الجميلة دائما اللي كنعملوها، الخاص والخيار ومطيشة وبصل والمايز. وها هي الأكلة ديالنا بالصحة والراحة، ومع السلامة.